السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شو أخباركم؟ في فيديو اليوم رح أفرجيكم DIY للعودة للمدرسة، فيلا نبدأ. أول إشي رح نزينه هو هاد الكليب بورد أو اللوح الخشبي اللي بنحط فيه الورق. فالأشياء اللي رح نحتاجها عشان نزين الكليب بورد هي الكليب بورد أو اللوح الخشبي، ألوان وفراشي، ستيكرز بالأشكال اللي بتحبوها، وصمغ أبيض. أول إشي رح أعمله هو إني ألون الكليب بورد باللون اللي شايفينه قدامكم. تقدروا تختاروا الألوان اللي بتحبوها. بس تخلصوا تلوين اتركوها عشان تنشف. بعد ما ينشف رح نجيب الستيكرز ونحطهم بالشكل اللي احنا بنحبه. اخر اشي رح نعمله هو نغلف كل اللوح بالصمغ الابيض. مثل ما شايفين قدامكم هلأ خلصت دهنه. بالاول رح يكون ابيض لكن بس ينشف رح يصير شفاف. عشان نسوي تاني شغلة رح نحتاج دفتر من اللي بيكون له هاي الحديدة ولازم ما يكون فيه ولا ورقة، ألوان وفراشي، ستيكي نوتس أو هذا الورق اللي بناخد عليه ملاحظات بالأشكال والأحجام والألوان اللي بتحبوها. وآخر إشي صمغ مسدس أو غير مسدس، إذا ما بدكم تستعملوه ممكن تستعملوا أي صمغ قوي. أول إشي رح نعمله هو إنه نلون الدفتر. بس أنا ما بدي الحدايد اللي عند الدفتر تتلون فرح أفكها. فهلأ فكيتهم علشان أقدر إني ألون كل واحدة من هدول الكرتونتين لحال وبطريقة أسهل. أنا رح ألونها باللون البنفسجي، أنتوا بتقدروا تختاروا أي لون بدكم إياه. هلأ خلصت تلوين القطعتين، لونتهم من برا بلون بنفسجي بدرجات ومن جوا لونتهم بلون أسود. بعد هيك رح أجيب الحديدة ورح أبلش إني أدخلها في الكرتونتين عشان أرجعها زي ما كانت. فمثل ما شايفين هلأ ركبتها، واللي رح أعمله هلأ إني رح أدهن الدفتر من جوا ومن برا بصمغ أبيض عشان يحميه. مثل ما شايفين حطيت الصمغ وهلأ نشف. فهلأ رح نجيب الستيكي نوت ورح نحطهم بالشكل اللي احنا بنحبه. فمثل ما شايفين قدامكم أنا حطيت أطول واحدة بهذا الشكل، بعدين جبت حجمهم متوسط حطيتها بهذا الشكل، واللي على شكل مربعة حطيتها لتحت شوية في المكان الفاضي، وبعدين حطيت مؤشرات الكتاب بهذا الشكل. بعد هيك رح نلزقهم كلياتهم بغير المسدس. آخر شغلة رح نعملها رح نحتاج فيها هدول الأقلام اللي هم المخططات أو الهايلايترز. أول إشي رح نعمله هو إنه نجيب اللون الأصفر ورح نجيب كمان اللون الزهري، رح نفتحهم ورح نلون الطرف الأصفر باللون الزهري مثل ما شايفين قدامكم. طبعا تقدروا توقفوا هون، بس أنا رح أجيب اللون الأزرق ورح ألون الطرف الثاني مثل ما شايفين قدامكم. بعد هيك رح يصير معنا هيك شكل مثل قوس المطر.
تقدروا تعملوها بألوان تانية، مثلا اللون الزهري واللون البرتقالي. رح نفتحهم، بعدين رح نجيب اللون الزهري ونضغط شوي شوي على طرف البرتقالي لغاية ما نشوف اللون. طبعا هلأ ممكن ما يكون كتير مبين، بس لما بنكتب بيكون كتير واضح. فمثل ما شايفين اللون الزهري فوق واللون البرتقالي تحت. طبعا تقدروا تعملوها كمان بألوان تانية، بس أهم إشي إنكم تكتبوا أو تحطوا اللون الغامق على الفاتح مش العكس عشان تزبط. وبس هاد كان كل إشي لليوم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لا تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت. أشوفكم فيديو جديد. مع السلامة.